اسهل طريقة لعمل العاشورة هنعملها النهاردة باسهل طريقة، بمقادير مظبوطة جدا، بقوام كريمي. كل اللي ياكلها من ايدك هيقول عليها لذيذة جدا، اجمل والذ بكتير من اللي بتجيبيها من بره. قبل ما نبدأ الفيديو، لو كده كملتي معايا الفيديو للنهاية، اعملي لايك للفيديو علشان يوصل كده لأكبر عدد من الناس، واعملي اشتراك في القناة وفعلي زر الجرس علشان كل ما انزل فيديو يوصلك. انا هندي سليم ودي قناتي، تابعوني واعملوا متابعة كده للقناة. يلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف العاشورة النهاردة. معايا كده كوبايتين حجم وسط من القمح، حطيناهم كده في بولة، نقيناهم كويس، وبعدين هنغسلهم كام غسلة علشان انزل منهم المية اللي مش نظيفة. وبعدين بعد ما غسلناه حطيته كده في البولة وغطيناه بالمية، يعني حطينا فوقيه مية كتير. هسيبه كده ليلة كاملة لحد ما يطرى معايا وينفش وحجمه يزيد. انا سبته كده ليلة كاملة، وبعديها كده شلت الغطا، لقيت خلاص الحباية معايا بقت طرية كده، يعني بقت تتهرس في ايدي كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده، ونفشت معايا اهي بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هصفي بقى المية كده من عليه، وبعدين هحطه في حلة واحط المية نضيفة عليه، وبعدين اخد الحلة كده واحطها على النار. هتاخد كده معايا حوالي يعني من نص ساعة لساعة الا ربع على النار، علشان يطيب معايا بقى، وحجمه كده بيتضاعف وبينفش معايا. بعد ما سبتها على النار خدت معايا هنا بالظبط نص ساعة، شايفين بالشكل ده نفشت معايا بالشكل ده وبقت طرية جدا. انا هنا بقى طفيت عليها النار، وبعدين كده جبت بولة، وبعدين حطيت فيها معلقتين من النشا وكوباية من اللبن، وهدوب فيه النشا معايا. هقلبه كويس كده لحد ما يدوب تماما في اللبن. ممكن لو حابه تدوبيه في ميه مفيش اي مشكله. اهي بالشكل ده نتاكد كده ان مفيش حاجه مكلكعه تحت، وكل النشا داب معايا كده بوله تانية، واحط فيها 3 معالق من الكريم شانتيه، وبعدين ادربه برضو في كوبايه من اللبن الساقع. الكريم شانتيه هنا هيدي قوام كريمي جدا للعاشوره، هتبقى معايا تحفه. والنشا كده هيخليها معايا متماسكه. وما تحطيش نشا كتير علشان ما يخليهاش يعني لما تبرد معاكي تبقى مكلكعه معايا ومش كريميه. خلاص هنا بعد ما طفيت عليها وسبتها شويه، هبدا ان انا اولع النار عليها من تاني، واحط حطيت هنا معايا كيلو من اللبن، قلبته كويس كده، وبعدين احط كوبايه من السكر هنا بقى حسب احتياجك. لو حابه تحطي كوبايتين مفيش اي مانع، حابه تحطي كوبايه واحده حسب ذوقك انتي. ومعايا هنا كوبايه من جوز الهند الناعم، هقلبه كويس كده واسيبه بقى كده لما ياخد الغليان بتاعه. هبدأ هنا بقى هاخد كده معلقتين كبار من القمح، علشان اضربهم في الخلاط، علشان اعمل نص مفروم والنص التاني من غير فرم. لو حابة تعملي الخطوة دي اعمليها، مش حابة تعمليها طبعا حسب راحتك. وقبل اللبن هنا ما يبدأ بالغليان، هاخد بقى الكريم شانتيه بتاعي واحطه على العاشورة، واحط كمان كوباية النشا اللي انا دربتها او بالشكل ده، ومعلقة كمان من الفانيليا، واقلبه كده واسيبه على النار. يدوب هياخد معايا غلوتين 2 بس، وبعدين هطفي عليه النار. خلاص هنا حطيت كل الاضافات بتاعتي بالشكل ده. الاضافات دي بتخلي العاشورة قوامها جميل جدا، والطعم بيروح في حتة تانية. ممكن كمان لو حابة تضيفي علبة من القشطة مفيش اي مانع، بتخلي العاشورة جميلة جدا، قوامها تحفة. انا هنا طفيت عليها خلاص، وكل ما بتبرد معايا وكل ما بتتماسك وبيبقى القوام بتاعها كريمي كده متماسك. ابدا بقى لما تبرد معايا ابدا ان انا اغرفها في البولات، وبعدين احطها في التلاجة معايا اهي بالشكل ده. تعمل كمية كبيرة جدا من كوبايتين القمح، بيعمل كمية كبيرة معاكي. لما تبرد بقى يعني
حابه تحطي عليها مكسرات او حابه تاكليها ساده كده براحتك. ممكن كمان ترشي عليها قرفه وتاكليها. قوامها جميل جدا، طعمها تحفه، خطيره جدا يا جماعه. جربيها واعمليها كده بالطريقه دي. احنا عملنا النهارده اسهل طريقه لعمل العاشوره، يعني ما كانش فيها طرق معقده او حاجه. اعمليها بقى لاولادك، وكل سنه وانتم طيبين.